اهلا بيكم. انا ورد السيد. هعمل معاكم النهارده فطاير لرمضان بطريقه سهله، والنتيجه زي ما انتم شايفين كده، حاجه في منتهى الجمال، والعجينه قطنيه وهشه. تنفع سحور، اعمليها ومش هتاخد منك وقت. بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار اول لما انزل فيديو جديد. جبت بوله، حطيت فيها 3/4 كوبايه ميه وتكون دافيه، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقتين كبار من الزبادي، وده اختياري، ممكن تشيليها. بعد كده حطيت بياض بيضة، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونص معلقة صغيرة من الملح. بعد كده هقلب المكونات مع بعض واتأكد ان هم اختلطوا مع بعض كويس. نزلت على الخليط بنص كيلو دقيق من متعدد الاستخدامات، وكنت نخلاه قبلها. وبعد كده بدأت اقلب وهبدأ اعجن زي ما انتم شايفين. فضلت اعجن فيها لمدة دقيقتين لغاية اما العجينة تبقى معاكي ناعمة وتبقى ما تلزقش في الايد. بعد كده ضفت عليهم ربع كوباية من الزيت، وابتديت اقلبها تاني لمدة دقيقة لغاية ما هتبقى معاكم بالشكل ده، عجينة ما بتلزقش وناعمة جدا. بعد كده عملت العجينة على شكل اسطوانة وقطعتها في الأول على 5 قطع، بس أنا لقيت القطعة هتبقى معايا حجمها كبير، فرحت عايزة تقطعها تاني وخليتهم 13 قطعة، وكورتها وغطيتهم بكيس بلاستيك علشان وشهم ما ينشفش. أخدت كل قطعة وبدأت أضغط عليها بإيدي ضغطة خفيفة، بضغط من جوه لبره، من جوه لبره بالحركة الدائرية اللي انتوا شايفينها كده. وجبت صينية حطيت فيها ورق زبدة ودهنته بالزيت. لو ما عندكيش ورق زبدة، ادهني الصينية بالزيت أو بأي مادة دهنية تانية. وهعيد نفس الخطوات مع باقي قطع العجينة. بعد ما حطيتها في الصينية بدأت أضغط على كل قطعة من جوه لبره بحيث أعمل لها حافة، وجبت شوكة وبدأت أخرمها من جوه علشان ما ترتفعش معايا وهي بتتخبز، عشان الحشوة ما تطلعش لفوق. نيجي بقى للحشوة. أنا هنا عملت حشوتين. الحشوة الأولى جبت جبنة مثلثات ورحت عاملاها على شكل كور، وجبت جبنة موتزاريلا حطيت عليها بيضة وحطيت عليها معلقتين كبار من الزيت، وجبت فلفل ألوان وبدأت أرصه على وش الجبنة. انت بقى هنا ممكن تحط الحشوه مختلفه زي ما انت عايزه. الحشوه التانية اللي انا عملتها اللي هي لحمه مفرومه، وحطيت عليها برضو الجبنه الموتزاريلا ورصيت عليها من فوق اللي هو الفلفل الالوان زي ما انتم شايفين. علشان ندهن وشها جبت صفار بيضتين وحطيت عليهم 3 معالق كبار من الزيت وقلبتهم مع بعض كويس، وابتديت ادهن الوش علشان عندي عدد القطع كتير. انت بقى لو عندك العدد قليل اعمليها صفار بيضه واحده، وبرضه حط عليها معلقه زيت واحده ودهني بيها وش العجينه. انا كنت قبليها مسخنه الفرن على درجه حراره 200 وحاطه جواه صينيه فيها ميه سخنه. البخار بتاع الميه السخنه بيخلي العجينه قطنيه وهشه. دخلت عليها الصينيه لمده نص ساعه، وبعد كده طلعت زي ما انتم شايفين كده، العجينه طريه ومستويه وطعمها جميل جدا. وممكن تشيليها في اكياس وتحطيها في الفريزر، واما تعوزيها تطلعيها وتحطيها في صينيه ودخلها الفرن، هتكون طالعه معاكي زي ما يكون عاملاها جديد. جربوها وقولوا لي رايكم. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار اول لما انزل فيديو جديد.